المولينكس تم إيداعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة من قبل السيد قاضي التحقيق محكمة الاستئناف بطنجة، مثل أمام السيد وكيل العام الذي أحاله على السيد قاضي التحقيق سيحقق معه بالجرائم الآتية: أولا الاتجار في البشر من خلال استغلال جنسي، لا سيما دعارة الغير، عن طريق المواد الإباحية ومواقع التواصل الاجتماعي في حق قاصر دون 18 سنة في إطار عابر للحدود الوطنية. نشر وتوزيع مواد إباحية لقاصر دون 18 سنة، الإخلال العلني بالحياء، الشذوذ الجنسي، نشر وبث ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة، السب والقذف العلني. هذه هي اللائحة ديال التهم التي وجهت إلى المسمى مولينكس. الفصول التي توبع بها: المادة 448 1، المادة 448 3، المادة 448 4، المادة 448 5، المادة 483، المادة 489، المادة 503. العقوبات المسطرة أو المتعلقة بهذه الأفعال والتهم الموجهة للمولينكس: المادة 448 تعاقب على الاستغلال الجنسي للأطفال، الاتجار في البشر ولا سيما في حق الأطفال القاصرين، العقوبة من 20 سنة إلى 30 سنة، والغرامة من 200 ألف درهم إلى 2 مليون درهم، بمعنى من 220 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم. أيضا المادة 448 5، العقوبة كتصل أيضا من 20 سنة إلى 30 سنة، وغرامة من مليون درهم إلى 6 مليون درهم، بمعنى من 100 مليون إلى 600 مليون، فيما يتعلق باستغلال التجار في البشر واستغلال الأطفال في إطار عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود. بالنسبة ل 503 الدعارة من سنة إلى 5 سنوات. بالنسبة للمادة 483 الإخلال العلني عن طريق العري المتعمد والإشارات البذيئة، السب والقذف، العقوبة ديال الإخلال العلني من شهر إلى 2 سنين، الغرامة 200 درهم إلى 500 درهم، سيما إذا كانت هذه الأفعال بمحضر شخص قاصر أو بحضور أشخاص بمكان عمومي أو مكان يتطلع عليه العموم. نشر أو بث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، العقوبة تصل إلى 3 سنوات. إذن بهذه التهم يتضح بأن صك الاتهام أو المطالبة بالتحقيق صك اتهام ثقيل وثقيل جدا في حق هذا المسمى مولينكس، الذي المتابعات إلى قمنا بالعد ديالها غادي توصل إلى ما يزيد أو تحديدا إلى سوف يتم إحضاره للاستنطاق التفصيلي يوم الثلاثاء 25 يوم الثلاثاء ليمتولى، أو غادي يتلاقى مع مدام بن شقرون، غيتجمعوا في ملف واحد وغادي يباشر قاضي التحقيق للاستنطاق معهم التفصيلي والاستماع عليهم بشكل تفصيلي، لأن الملف ديال مولينكس تم ضمه إلى ملف مدام بن شقرون.